من الصعب طبعا ان احنا نوصف الحب بكلمات، لان طبعا الحب لما بيكون حقيقي اكيد بيعدي بمراحل. ده غير كمان بقى بيخلي المحبين يشعروا باشياء جميلة جدا. بس احيانا بقى بيكون الحب ده مدمر ومؤلم اكتر ما احنا متوقعين. ده لما بيكون بقى حب خفي. اكيد طبعا كلكم سمعتوا عن رواية روميو وجولييت، ودي اللي كتبها بقى الكاتب الانجليزي ويليام شكسبير، واللي حكت بقى قصة مأساوية ما بين شاب وفتاة حبوا بعض جدا وفي النهاية هو انتحر عشانها. اسمع كمان ان حد بيحب واحدة حب جنون، ولما صدته او رفضت الحب ده تخلص منها او تخلص من نفسه. هتكلم بقى في الفيديو ده عن الحب والمشاعر الخفية واللي ممكن تدمر الشخص اللي بيحب بالطريقة دي. وعشان تفهموا فكرة الفيديو مهم انكم تكملوه للآخر علشان توصل المعلومة بالشكل المظبوط. تمام كده؟ يلا بقى بينا نبدأ. زي ما بيقولوا كده الحب العاطفي ما بيكونش زي ما احنا متصورين او متخيلين، يعني ان حد اعجب بحد فارتاح له. الموضوع هنا بقى مختلف حبتين، او الصح او اللي المفروض يكون اننا بنقرر او بنختار شخص معين عشان بقى تكون علاقة ناجحة مستقرة ما بين الاتنين. المهم بقى وبعد ما ناخد القرار ده اللي ممكن نسميه بقى قرار عشوائي او متسرع جدا بسبب بقى مشاعر الشخص اللي بيحب ده القوية جدا دي تجاه الطرف التاني، سواء بقى كان بنت او ولد. لان نسينا بقى شيء مهم، هل الطرف اللي قدامنا ده بيحبنا زي ما احنا بنحبه ولا لا؟ يعني بيحبنا بنفس مقدار الحب بتاعنا ده ولا لا؟ لان لو ما خدناش بالنا من النقطة دي بقى هنواجه مشاكل كبيرة جدا، لان مع الوقت بقى هيتحول الحب ده الى سم والعياذ بالله. لان خلاص بقى الشخص اللي بيحب بجنون ده ادمن الشخص ده فعلا، لان خلاص بقى ما بقاش يقدر يبعد عنه او يستغنى عنه. لان الحب والاعجاب دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وما ينفعش ان انا افرض على شخص ان يحبني او انه يعجب بيا او زي ما انا بكون معجب بيه او بحبه. الكلام ده طبعا غلط، ولكن هو ده بقى اللي بيحصل. الحب القوي ده والمشاعر القوية الخفية دي من الشخص ده بتسيطر على تفكيره تماما وبيختزل حياته كلها في الشخص ده. ده غير كده كمان ان بيفرض على الشخص اللي بيحبه ان يبعد عن اصحابه واهله ومعارفه وكل الناس تقريبا. عشان كده بقى في نوعيات من الشخصيات دي لما بيعجبوا او بيحبوا حد بيحبوا الشخص ده في صمت، يعني بيخفوا مشاعرهم وما بيعلنوهاش للطرف التاني عشان طبعا خايفين من النتائج العكسية اللي انا قلتها من شوية، او خايفين بقى من مبدأ الفشل نفسه، وممكن نقول كمان بسبب خجل او احراج. بس المشكلة كمان هنا لما بنخفي مشاعرنا جوانا تجاه شخص معين ما بنصرحلوش، يعني بنشعر دايما بقى او بنحس واحنا بنمارس يومنا يعني دايما بنكون قلقانين ومتوترين جدا، ما بنركزش يعني في اي شيء بنعمله، فبتبوظ حياتنا بقى بالتدريج واحدة واحدة. والصح هنا بقى ان احنا المفروض نعرف نتعامل مع مشاعرنا كويس، ومهم جدا بقى قبل ما نصرح للشخص ده سواء كان واحد او واحدة نتأكد من مشاعره زينا ولا لا. يعني لازم يكون كده مبدئيا في قبول، ارتياح، اعجاب، ده في الاول. عشان بقى لو خدناش بالنا من النقطة دي ومشينا كده بشكل عشوائي هناخد صدمات بقى هتأثر علينا وعلى نفسيتنا جدا. ونعرف بقى ان اختياراتنا هي بقرارنا احنا بايدينا بقى نكون سعداء وبايدينا نكون متخبطين ومش عارفين احنا عايزين ايه. ومهم جدا نعرف ان الشخص ده ينفع لينا ولا لا، لان القرار ده بقى يخص مستقبلنا بشكل عام. خلينا نكون منصفين ونقول ان الحب فعلا شيء جميل ما بين اتنين، فلازم يكون كمان عندنا حكمة في العلاقة ويكون في تكافؤ في المشاعر، ده أقل حاجة. الحب الخفي بقى والمشاعر الخفية ممكن تكسر القلوب حرفيا، لأنها بتكون مشاعر قوية جدا أقوى من طرف، يعني نقدر نقول حب بيكون من طرف واحد أو مش بنفس المقدار يعني. إنما بقى لما بيكون حب صادق ومتبادل يعني نفس المشاعر ونفس الحب بنفس المقدار، ولما يكون بقى الكلام ده موجود ما بين اتنين هيبدعوا جدا في مشاعرهم لبعض، والحب هيكبر بقى ما بينهم كل يوم عن اللي قبله. في النهاية بقى رب تكونوا استفدتوا وفهمتوا الموضوع بجد، وتخلي بالكم جدا من كل اللي أنا قلته في الفيديو ده. أشوفكم إن شاء الله في موضوع جديد مختلف. بشكركم.